طب ناخد كلمة واحدة. خلاص بلاش. اوكي اوكي جوزيف، يعني ارجع نام. سبقوا دقيقة واحدة وانا مدام كانت مستنية على الباب، طلعت على الباب لقيت انفجار رهيب. طرت في الهواء لقيت نفسي تحت 4 5 جثث. نشكر ربنا انا الوحيد اللي عايش في نفس المربع. لقيت نفسك وسط الجثث؟ وسط جثث، من ضمنهم جثة شنطة بنتي مرمية عليها، انا بحسبها بنتي، بس عوضت مراتي وبنتي وابن بنتي عند ربنا. خلاص مش يعني خلاص قلت الحمد لله ما شاء الله فعل. فبعد دقيقتين 3 لقيت مراتي كلها دم وجايه. انت كويس؟ قلت لها الحمد لله. انت كويس؟ قلت لها الحمد لله. فالمهم تمسكت طبعا اعصابي عشان قدامها، وبعدين بقول لها دي مين؟ فبتقلب قالت لي انت جت صوتي؟ قلت لها ما صوتيش. نشكر ربنا. الولد فين؟ طفل زمان هو مليون حته ما في. قلت له يا رب اعمل اللي انت عاوزه، ما احنا مسلمين لك مقدرنا كلها، احنا ما عملناش حاجه في حد وحشه يعني، ولا عمرنا زعلنا حد. فبعد 5 دقايق بنتي جايه منهاره بتدور عليه، نهارنا كلنا. نشكر ربنا يعني، ربنا واقف معانا. اكتر من كده ايه نحتاج؟ ايه بقى؟ الحمد لله. غير مستطاع عند الناس، مستطاع عند الله يا بنتي. مبادرة رائعة منك انك تيجي النهاردة، بس انت جاي مع وفد ولا جاي بشكل شخصي؟ انا كنت عايز اجي بشكل شخصي وكان في ناس جايه فجينا مع بعض. معايا مجموعه من الشباب ومعنا سيده انا عايزكم كلكم تقابلوها طبعا. هي مدام ليلى. طمنتي على الجرحى على المصابين؟ الحمد لله هيقوموا بكل سلامه ان شاء الله، ما تقلقوش ابدا. ده كل ده عشان نفشكلوا بعض، عشان المسلم والمسيحي يبعد عن بعضه. احنا طول عمرنا عايشين سوا، مش ممكن نتفرق دلوقتي. مش كل اللي بيعملوه ده عشان كده، مش هيحصل ان شاء الله. هنبقوا ايد واحده.